انت حضرتك ربطت كل شيء في جسم الانسان بالحنان وبالعطف وعلاقة الانسان بامه، سواء امه الحقيقية او بام مصر. يعني لو قلنا كلمة أخيرة حضرتك ممكن توجهها لينا غير ساعة العمل اللي انت قلت يا ريت كل واحد يتبرع بيها من أجل مصر، ايه ممكن تقوله تاني بقى للأم الحقيقية الواحد ممكن يعمله ايه دكتور مجدي بكرة بإذن الله؟ طبعا بكرة ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين. الام عايشة ان شاء الله يحاول ان هو يروح يتأسف لها على الفترة اللي اهملها فيها، على الوقت اللي حست ان هو بعيد عنها، يحاول يعبر عن امتنانه لهذه الام، يحاول يعمل لها حاجة تحس ان هو فعلا مش ناسي، يحاول ان هو يضحكها ويغزها بسيطة. يعني انا في ساعات كنت اسال الام عايزه ايه، تقول مش عايزه اي حاجه خالص خالص، خلاص بغزها والله هتضحك يا اخي، تضحك هتلاقي اتبسط. يعني حاول تقول لها خبر كويس، حاول تقول لها شيء، بحاول ان احنا نحاول لا لان احنا بقى في المرحله دي خلاص نحاول نخلي اولادنا يتعلموا ان في لازم البر بالامهات والبر بالاباء، ده مهم جدا. نحاول نثبت فعلا ان احنا ابناء برين بوطننا وبامنا ان شاء الله بكره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه الحساسيه ومناها، بشكرك جدا بحضرتك كل سنه وانت طيب وكل المصريين بخير ان شاء الله. بشكرك جدا على هذا الوقت من وقت حضرتك. شكرا دكتور مجدي. شكرا جزيلا. شكرا.